ليه الحب عنده بيتحول لمصدر نجاة مش مجرد مشاعر حلوة بيعيشها. بيحس إنه لو خسر العلاقة دي هو نفسه هيضيع، بالظبط. وده بيخليه بيتعلق عاطفياً بنسبة 200%، وبيبني توقعات ضخمة. والمفارقة المؤلمة بقى هي إنه في محاولته اليائسة دي إنه يطمن، بيبدأ يضغط على اللي معاه في العلاقة. بالظبط، بأسئلة زي أنت كويس؟ أنا عملت حاجة؟ حسك متغير؟ والضغط ده هو بالذات اللي ممكن يخلي الطرف التاني يحس بالاختناق ويبعد فعلا، فيبقى هو السبب في تحقيق أمر مخاوفه. الصراع الداخلي ده بيفسر سلوكيات كتير، بس في لغز كده عايزين نفكه. ليه بالذات الشخص اللي بيدور على أمان وطمأنينة مستمرة بينجذب بشكل شبه مغناطيسي للشريك التجنبي؟ الشخص اللي هو نقيضه تماماً، اللي بيقدس المساحة الشخصية ومش بيعبر عن مشاعره بسهولة. المنطق بيقول إنه المفروض يهرب منه. دي نقطة محورية فعلا. التفسير الأول عندي والأبسط هو إن الإحساس ده مألوف. مألوف؟ مألوف إزاي طيب؟ يعني الشخص اللي جهازه العصبي بتاعه اتعود في طفولته على الحب المتقطع ده، العقل الباطن عنده بيربط الإحساس بالشد والجذب ده بمعنى كلمة حب. فلما يقابل شخص آمن ومستقر ومتاح طول الوقت، ممكن يحس بملل أو إن مفيش كيمياء. لكن لما يقابل الشخص التجنبي اللي ساعات قريب وساعات بعيد، عقله بيقول ده الإحساس اللي أنا أعرفه. المألوف دايما مريح حتى لو كان مؤلم. يعني العقل بيخلط بين القلق والحب وبين الهدوء والملل. بس دي فكرة صادمة جدا لو فكرنا فيها. وهي فعلا صادمة، وده بيوصلنا للتفسير التاني اللي هو أعمق وأخطر، وهو محاولة لا واعية لإصلاح القصة القديمة. بمعنى؟ كأن الشخص ده بيقول لنفسه من غير وعي: أنا فشلت زمان إني أخلي أمي أو أبويا إنهم يحبوني بشكل ثابت ويختاروني. المرة دي هنجح إني أخلي الشخص البعيد ده يختارني ويبقى معايا. ياه. فالعلاقة بتتحول لساحة معركة لإثبات الذات، ومحاولة لإعادة كتابة نهاية مؤلمة من الماضي. يعني الموضوع مش بيبقى عن الشريك اللي قدامه أصلا، قد ما هو عن جرح قديم بيحاول يداويه من خلاله. بالظبط.